سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تكونوا باحسن الاحوال يا ربي، ورمضان مبارك كريم. دخول لكم الصحه والسلامه وراحه البال. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه ديال اليوم اللي هي بريوات بمذاق الحوت بلا حوت، اللي كيجيو واحد البريوات اللي هما بنان ومقرمشين، كيجيو زوينين تبارك الله. المهم تبعوا معايا نفس الغوصات اللي درت انايا، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، واللي عجباتها وجرباتها ترد عليه في لي كومونتير كيف جاتها. نبداو على بركه الله. هنا احتاجيت الشعرية الصينية، احتاجيت 3 البصلات اللي مقطعين، 2 فلفلات، ونص كيلو ديال السدر. كما كتشوفوا البنات على هذا الشكل هذا الشعرية الصينية الدجاجة اللي هي انا درتها في الماء سخون وقطعتها. الصدر، الفلفله، البصله، والشعريه الصينيه. احتاجيت في التوابل ديال الحوت، البزار، الكمون، سكينجبير، الخرقوم، والقزبر المطحون، وشويه الملحه على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال لاموطارد، والزيتون، والحامض مصير، و3 الفصوص ديال الثومه، وشويه الربيع. نبداو على بركه الله. خديت البصله شحرتها مزيان، درت عليها الدجاج، خليت البصله هبطات مزيان، حاج درت عليها الدجاج، زدت عليها الفلفله صافي، نخليهم يتقلاو مزيان حتى يهبطوا كاملين. وزدت هنا شويه الربيع، وزدت توابل دجاجه اللي قلت لكم. شو تبارك الله كيفاش كتجي الحشوه. صافي خليتهم هنا تطابوا مزيان. صافي من بعد ما بردت شويه الحشوه، زدت عليها الشعريه الصينيه اللي ديجا حتى هي كانت في الماء سخون وتبردات، عاد قطعتها مزيان وما تخليوهاش تتعجن. كما كتشوفوا البنات هنا خليت الحشوه واحد شويه تبرد باش كاع ما تقطع الورقه. شو تبارك الله كيفاش جات الحشوه اللي هي على حقه وطريقه، وجات بنينه، واحد الحشوه اللي هي زوينه بزاف. الا عندكم الصوجا زيدوا قطيرات ديال الصوجا، انا درتهم وما وريتهاش ليكم. هذه هي الورقه اللي استعملت انا، ورقه العاديه ديال البريوات. صافي نبداو على بركه الله. انا نوريكم واحد الطريقه ديال البريوات، يعني حتى المبتدئات اللي ما كتعرفش طوي البريوات تبع غير نفس الطريقه. ضروري خاصكم تخليو ديك الحاشيه في الجانب، وديروا على شكل مثلثات، ديروا الاولى وديروا الثانيه، وتخليو ديك شويه لاسباس بيناتهم، عاش ديروا الحشوه على شكل هذا. هذه هي احسن طريقه. صافي من بعد تلويو اللويه العاديه ديال البريوات المثلثين. كيجيو على هذا الشكل هذا. انا البنات درت زلافه فيها شويه الفورص وشويه الماء، يعني مش كتروش الماء باش يجي شويه بحال هديه، بحال اللصقه ديال البريوات. هذه باش كتسد البريوات. شو تبارك الله كيفاش جات، يعني ما تحال معاكم ما حتى شي حاجه، ما تقليوها او تخشوها في الفران ما كتحال ما حتى شي حاجه. نوري معاكم الثانيه. ضروري تخليو هذيك الجهه شويه وتلويو اللويه الثانيه صافي، وتحلوا من تماكينه. عاج ديروا الحشوه ديالكم على هذا الشكل هذا.
صافي وكطووا البريوات عاديين، يعني ما كتاخدش معاكم الوقت بزاف في هذه الطريقه اللي هي سهله وزوينه، ما كتقطع لا ورقه لا حتى شي حاجه، الحشوه ما كتخرج من حتى شي حاجه. صافي كتلويو عادي، ضروري خاصكم تزيروهم باش كاع ما تخرج معاكم الحشوه. صافي وتاخدوا الدقيق والماء اللي ديجا قلت لكم وكتسدوا به البرايوات. انا نوري لكم على هاد الشكل هذاك، تاخدوا شويه دقيق وشويه الماء صافي وكتحركوه مزيان، كتخليوه شويه عاقد عاش كديروا به البرايوات، كيجي على هاد الشكل هذا. صافي وكتسدوا البرايوات ديالكم عاديين، كتشدوا هذاك الشويه اللي شاط كتخشوه لداخل صافي وكتسدوا به البرايوات نفس الطريقه اللي قلت لكم. كيجيو تبارك الله واحد البرايوات اللي هما زوينين بالمذاق الحوت بلا حوت، اللي كيجيو بنان بزاف، اللي داقهم عندك يقول الحوت نيش موجود فيهم. صافي وكتلوه هنا اللويه عاديه. هنا من بعد ما كملت البريوات كاملين اللي عندي، شديت اللاطه لا ندخلها الفران، درت عليها ورق الزبده ودرت فيها البريوات ديالي ودهنتهم بشويه الزيت وشويه التحميره اللي كيعطيهم واحد التقرمشه اللي هي زوينه. ندخلهم الفران من بعد يطيبوا نوريكم كيفاش جاو. هنا من بعد ما طابوا كيجيو زوينين تبارك الله ومقرمشين تبارك الله. كانوا هنا باقين سخان، كيجيو واحد البريوات اللي هما بنان بزاف. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وينال الاعجاب ديالكم. ديما ما تنسونيش من جيم وسبسكرايب وبارطاجيو مع الفاميلا والصحاب ديالكم. شوف تبارك الله كيفاش جاو، يعني ما فيهم لا زيت لا حتى شي حاجه، طيبين في الفران. صافي نحل معاكم وحده هنا كانوا باقين شويه سخان. شوف تبارك الله كيفاش جا واحد البريوات اللي هما بنان بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وديما ما تنسونيش من جيم وسبسكرايب وبارطاجيو مع الفاميلا والصحاب ديالكم. الى فيديو جديد مع وصفه جديده بحول الله.